حاجة جميلة ومهمة، لأن أنا كنت عايش في ألمانيا وعارف قيمة جوتا يعني كشاعر كبير. فلما اسمي يتحط جنب اسمه في حاجة زي كده كانت حاجة جميلة وأنا كنت سعيد. وبعدين وخصوصا لما أخدت الوسام كان احتفال كبير وترفع علم مصر في انت كنت أول عربي أول فنان عربي يحصل على الوسام على مستوى العالم. وتاني فنان على مستوى العالم يحصل عليه. هو قبل كده واحدة إيرانية أخذت الوسام كفنانة يعني، لكن اللي خدوه قبل كده لهم علاقة بالأدب الألماني أو كده. في ناس كتير مهمة أخذت الوسام ده زي فرويد مثلا العالم الكبير وكده، في ناس كتير. فكنت سعيد بيه طبعا. استلمته من وزيرة الخارجية الألمانية في احتفال كبير وكده. وبعدين بعدها بشهور قليلة حصل أحداث غزة وكده، وألمانيا منذ اللحظة الأولى أعلنت إن هي واقفة إلى جنب إسرائيل وبتساندها. فأنا حسيت إن في حاجة تناقض كده، إن أنا لسه واخد الوسام منكم وأنتم بتتكلموا عن التسامح والعدالة وحقوق الإنسان وكده، وبعدين في الآخر بتلاقيش ده حقوق إنسان ولا حاجة. فبس حسيت بالتناقض وما قدرتش بقى استحمل يعني. عملت ايه في الموضوع الوسام؟ اتصلت طبعا بمعهد جوتا، وكتبت الاول على الفيسبوك احتجاجي كفنان يعني حصل على الوسام، احتجاجي للحكومة الألمانية على المواقف المتناقضة اللي هي بتتكلم عنها. فين بتتكلموا عن الإنسانية وكده، وفين بتساندوا حد بيغتال الأطفال وكده. كانت حاجة متناقضة، فأنا ما قدرتش أستحمل التناقض ده. فقدمت احتجاج رسمي. قدمت احتجاج رسمي واتصلت بمعهد جوتا وبالسفارة وقلت لهم أنا عاوز أرجع الوسام. بس فخلاص يعني خدت وقت طبعا. قالوا لي طيب تمام ده موقفك، بس مش لازم ترجع الوسام والكلام ده. طب انت ليه اصريت انك ترجعه رغم ان دي حاجه ما زعلتكش؟ انا عارف انك زعلان على القضيه، ولكن لا الوسام ما هو الوسام الموضوع على بعضه يعني. الوسام بقيمته بموقفك، رضاك او عدم رضاك، دي كلها حاجات يعني مرتبطه ببعضها. ما ينفعش تقول لك انا محتاج بس يعني معلش اللي يجي من الصعيده فايده. لا طبعا هي العمليه كلها مرتبطه ببعضها. وانا بالنسبه لي يعني انا عملي يعني، انا بمعنى لما يكون في حاجه انا عايزها بروح لها، حاجه في دماغي بعملها يعني، مش بتكلم بس. فده كان جزء من الاداء يعني، ان انا مش بس بتكلم، لا انا بعبر وبحتج بشكل رسمي. زعلت وانت بتسلمه؟ كان موقف عاطفي طبعا. كان موقف عاطفي انك انت وكنت نفسي اعتذر للالمان اللي مش هيفهموا موقفي يعني. في ناس مش فاهمه، وفي المان كتير بعتوا لي برافو عليك وكده، واحنا ضد الحكومه وكده. لكن كان لازم اخد الموقف ده وما ندمتش. لا طبعا ما ندمتش، بس لا. ما حسيتش انك زعلان على شيء من طبعا انجازاتك العالميه؟ لا هو طبعا الموضوع ان الانجاز حصل خلاص. انا خدت الوسام يعني، كوني رجعته او احتفظت بيه ده، لكن كمان ان انا ارجعه ده جزء من الوسام يعني. بمعنى انك انت جزء من الشرف. يعني رغم انك انت جالك هذا الوسام البتاع ده، لكن انت قادر على انك تقول لا. فده برضو حاجه مهمه. لا بس انا مش نادم يعني. هو كمان الفنان حاجات ما تتجزأش يعني. الفنان في الاخر هو موقف ووجهة نظر في الحياة، وبيعبر عنها بافعال مش باقوال يعني. بس فده كان جزء من لا ما ندمتش.